كريس شاب وسيم عين للعمل في دار رعاية في بيفرلي هيلز. عند وصوله إلى وظيفته الجديدة التقى شارلوت التي لم تفتح الباب فوراً، وللغرابة لم يفسر الشاب ذلك على أنه أمر غريب، بل اعتذر عن تأخره. تجاهلت شارلوت الأمر ونصحته بتفريغ حقائبه والاسترخاء قليلاً في غرفة الخدمة. ما إن دخل كريس الغرفة حتى بدأ بتفريغ أمتعته، فوجد من بينها صورة لحبيبته فوضعها على طاولة سريره. في تلك اللحظة ظهرت شارلوت فجأة عند الباب فأخافت الشاب، لكنها في نهاية الأمر دعته إلى العشاء فقبل. في هذه الأثناء كان زوج شارلوت ستيوارت يتجادل مع أحد موظفيه حول تصريح شراء يحتاجه. في تلك اللحظة اقتربت منه امرأة شقراء شابة تحمل رسالة، من الواضح أنها حبيبته. في هذه الأثناء سارع كريس بالاتصال بحبيبته ميشيل التي تبعد عنه بضعة أميال. في المحادثة دعاها الصبي لزيارته في المنزل بعد بضعة أيام قبل أن يودعها. لاحقاً بدأ كريس في تنظيف المسبح، لكنه فعل ذلك عاري الصدر، مما لفت انتباه رئيسه. بعد الانتهاء اقترحت شارلوت عليه أن يذهب للاستحمام. في الوقت ذاته اتصل ستيوارت بالمنزل للتحدث مع زوجته وإبلاغها أنه سيغيب لبضعة أيام في رحلة عمل، بينما حبيبته بجانبه مباشرة يخططان لقضاء عطلة نهاية أسبوع بمفردهما. بعد المكالمة أخبر ستيوارت ديدي أنه لا ينبغي أن يكون عليها هذا التعبير الحزين، لأنه يحتاج فقط إلى تهدئة زوجته، لكنها المرأة رقم واحد في حياته. في تلك الليلة ذهب كريس إلى الفراش وبدأ في مداعبة نفسه وهو يتخيل صديقته، دون أن يدرك أن شارلوت تراقبه من النافذة. شعرت بالسعادة عند رؤية حركات الشاب. في اليوم التالي أخبر ستيوارت محاميه أنه يريد الطلاق، وأوضح المحامي أنه إذا فعل فستذهب نصف ممتلكاته إلى شارلوت، لأنهما لم يوقعا على اتفاقية ما قبل الزواج، وأن كل ما يملكه قد اكتسبه في أثناء الزواج. في الوقت ذاته طلبت شارلوت من كريس أن يضع عليها زيت تسمير بينما يستحمان كلاهما بجانب المسبح. وبينما استجاب الشاب لطلبها بدأ بجرأة يدلك مديرته، والمثير للدهشة أنها استمتعت بذلك ولم تطلب منه التوقف. في أثناء العشاء حاولت شارلوت دعوة كريس لتناول الحلوى، لكنه رفض قائلاً إنه يريد الذهاب إلى الفراش. ومع ذلك أصرت المرأة مدعية أنها يجب أن تقبل حتى يتمكنا من الاستمتاع بوجبة لذيذة. بينما حاولت ميشيل بلا جدوى التواصل مع صديقها، سأل ديد ستيوارت إن كان قد تحدث إلى محاميه. أخبرها أنه تحدث، ولكن فقط بشأن التصريح الذي حصل عليه أخيراً. ثم أخبرها بما تريد سماعه، فأخبرها أن المحامي أكد له أنه في حال طلاقه سيتعين عليه إعطاء النصف لشارلوت. فيسألها حبيبها: ألا يستحق الأمر كل هذا العناء؟ فيجيبها: الأمر يستحق كل هذا العناء، لكن فراق الرفقة له آثار جانبية كثيرة. في هذه الأثناء أقنعت شارلوت كريس بتناول الحلوى والقهوة، شاكرة له على رفقته لأنها لا تريد أن تكون وحدها. أخبرها الشاب أنه إن لم تمانع فسيذهب إلى فراشه، فأذنت له. بمجرد عودته إلى غرفته اتصل بصديقته وتبادل معها أطراف الحديث قبل أن ينام. في اليوم التالي كان كريس يسقي الحديقة عندما ظهرت شارلوت، وانتهى بهما المطاف يلعبان في الماء ويتبللان كالأطفال. عند عودتهما إلى المنزل ذهبا إلى المطبخ، حيث استسلمت شارلوت أخيراً لإغراء لمسه. أثار هذا رغبة لا تقاوم لدى الشاب، وهكذا أصبحا على علاقة حميمة متناسيين كل منهما شريكه. في الوقت ذاته اتصل ستيوارت بمحاميه مجدداً وسأله إن كان من الممكن الحصول على ميزة في الطلاق إذا اكتشف خيانة زوجته له دون علمه بذلك. أجاب المحامي بأن القاضي قد ينظر في ذلك، لكن ذلك لن يعفيه من الأضرار جميعهم. ثم ذكر رجل الأعمال أنه وظف طالباً جامعياً شاباً لا يستطيع مقاومة زوجته، محاولاً استغلاله لمصلحته. مع وضع ذلك في الاعتبار عاد ستيوارت إلى المنزل بنية زائفة قضاء الوقت مع زوجته، لكن ما يريده في الواقع هو رشوة كريس ليقربها منه، ومن ثم الحصول على دليل للطلاق. في الليل بقيت شارلوت في السرير بجانب زوجها غير قادرة على النوم، فقررت الاتصال بكريس وإخباره أنها بحاجة إلى التحدث مع شخص ما، وحثت الشاب على الحضور إلى المنزل. في المطبخ التقيا مجدداً، وكأن ذلك المكان مميز، وتواصلا في علاقة حميمة. في صباح اليوم التالي استيقظ ستيوارت ليجد زوجته لا تزال نائمة يغادر دون أن يدرك أنه يتظاهر. عندما يذهب إلى المكتب ليتصل بحبيبته شارلوت تتبعه وتدرك خيانته.
تتصل شارلوت بسرعة بكريس، وعندما لا يجيب تقرر الذهاب إلى غرفته، لكنها تتخلى في نهاية الأمر عن فكرة إيقاظه. بمجرد استيقاظ كريس يرى صورة حبيبته ويتذكر كيف خانها مع رئيسه. على الإفطار تخبره شارلوت أنهما بمفردهما الآن، فيخبرها الشاب أن ميشيل ستزوره ذلك اليوم، وأنه على الرغم مما حدث بينهما فإنه يحب ميشيل ويريد البقاء معها. لم يرضي هذا شارلوت، فسألته ببرود: هل تعني أن علاقتنا انتهت؟ عندما يؤكد كريس ذلك اكتسى وجه المرأة بالكآبة، ثم سألت: ماذا ستقول لحبيبتك المثالية؟ مذكرة إياها بأن كل شيء معروف. في نهاية الأمر دون أن يجيب ابتعد كريس عن الطاولة. لاحقا كانا كلاهما في مقدمة المنزل عندما وصلت ميشيل. ركض كريس إليها وعانقها بشدة. سرعان ما اقتربت شارلوت لتخبرها أنها متعبة من رحلتها وأن عليها الذهاب إلى غرفة الضيوف، وكما هو متوقع أخبرها الشاب أن ميشيل ستبقى معه، مما أثار انزعاج رئيسها. في هذه الأثناء اتصل ستيوارت بمحاميه ليخبره أن خطته لن تنجح لأن كريس لديه حبيبة، لذا لم يعد الأمر خياراً. لاحقاً استمتع كريس وميشيل بالسباحة في المسبح. عندما شاهدت شارلوت موظفها يدلك حبيبته بالزيت كما فعل معها مستسلمة لغيره لا مبرر لها، قاطعتهما شارلوت متظاهرة باللطف تجاه الشابة، مع أنها تريدها حقاً أن تغادر منزلها. في تلك الليلة على العشاء تجلى إحباطهما عندما سألت شارلوت: كم ستبقى ميشيل؟ فأجابت الفتاة أنها تخطط للبقاء بضعة أيام، مما أزعج صاحب المنزل. ما إن وصلا إلى غرفتهما حتى بدأ الزوجان الشابان يعبثان غير مدركين أن شارلوت تستمع إليهما وتراقبهما من خلال النافذة. في هذه الأثناء كانت لديها كاميرا تسجل كل تحركاتهما. بعد ذلك بقليل رأينا شارلوت تشاهد بشغف فيديو حميمياً لموظفها وشريكه. في صباح اليوم التالي طلبت شارلوت من كريس الذهاب لشراء بعض الأغراض من السوق. وافق الرجل، بينما علقت ميشيل بأنها ستبقى في المنزل للمساعدة على التنظيف. على الرغم من أن شارلوت أخبرتها أن هذا مقبول، إلا أن نبرتها كانت ساخرة. عندما بدأت الفتاة بالتنظيف أوقفتها شارلوت وسألتها كم من الوقت مضى على علاقتها بكريس. ردت ميشيل بأنها على علاقة منذ عامين، ثم أكدت المرأة أنه رجل طيب ووسيم للغاية، وهو ما أكدته الشابة. أخرجت شارلوت مسدساً فجأة ووجهته نحو ميشيل وأمرتها بالوقوف، ففعلت. ثم أخذتها شارلوت إلى القبو، حيث رأيناها مقيدة بكرسي ومكممة الفم، بينما أخبرتها المرأة أنها ستتصل بكريس وأن عليها ترك رسالة له مدعية أنها اتصلت من العمل. ولما لم يكن أمامها خيار آخر أطاعت ميشيل. ثم صعدت شارلوت إلى الطابق العلوي لتجمع أغراض الشابة، وكررت كذبتها بأنها غادرت على عجل. كما أخرجت سيارتها من موقف السيارات. عندما وصل كريس إلى المنزل توجه مباشرة إلى الهاتف واستمع إلى رسالة حبيبته مصدقاً كل كلمة. وبينما كان يقترب من شارلوت حاولت الاقتراب منه، لكن كريس أكد لها مجدداً أنه لا يريد أي علاقة بها وانصرف. عازمة على الانتقام قررت شارلوت أن تري ميشيل تسجيلات من وقتها مع كريس، مشوهة بذلك صورة الشابة الطيبة التي كانت تصوره عنه. لاحقاً وجد كريس شارلوت في غرفة ما، وأدرك أنها سجلت مقاطع فيديو دون موافقته. عندما حاول مواجهتها وجهت المسدس نحوه وركضت إلى الحديقة. هناك استمر الجدال، وعندما رأت المرأة تحاول إطلاق النار على ذقنها تدخل الشاب بيأس حتى أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، مسبباً شارلوت. في تلك اللحظة تمكنت ميشيل من تحرير نفسها من الكمامة وبدأت بالصراخ طلباً للمساعدة. في تلك اللحظة هب كريس لإنقاذها. في الوقت ذاته وصل ستيوارت إلى المنزل ليجد زوجته ملقاة في الحديقة. اقترب منها بسرعة، لكنه لم يشعر بالحزن، بل شكرها بصوت عال لأن ذلك سمح له بالتحرر منها دون الحاجة إلى الطلاق. لسوء حظه لا تزال شارلوت على قيد الحياة، وباستخدام آخر قواها أطلقت النار على زوجها. يسقط ستيوارت أرضاً بجانبها في نهاية غير متوقعة كنهاية مأساوية. أخيراً نرى كريس يستجوب من قبل الشرطة. روايته للقصة غير منطقية، لذا يسجن في مصحة نفسية دون إطلاق سراح مشروط، إذ حكم على قصته بأنها خيالية. وفي النهاية كانت كلمات كريس الأخيرة: أحبك يا ميشيل. وينتهي كل شيء اليوم، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بالإعجابات والتعليقات. وداعاً.